المقطع الآخر اللي ما تصلاح، بعد أن عجزنا عن مخاطرة الشرفاء لحل ما يدور في العراق، اضطررنا أن نخاطب غير الشرفاء. رسالة إلى الدكتورة حسنة ملص: يا هل منك اشرف خاطر اشكيله، يا هل منك اشرف خاطر اشكيله، دليني حسنة وباكر امشي له واسولف كل حكي المضموم. قبل حفاي قالوا هسه ماكو هدوم، بيت من القنابل والقصف مهدوم، وحكومة بلا حكومة بغير تشكيله. تنازع الكراسي والشعب حفاي، وبشرك لا غذاء لا كهرباء لا ماي، احنا اهل النفط والكاك عز الماي، يا حسن الحكومة تقدر تشيله. اقصد زلماي، اقصد زلماي بالمناسبة، اقصد زلماي. يا هل من اشرف خاطر اشكيله، دليني يا حسنة وباشر امشيله واسولف كل حكي المضموم. قبل حفاي قالوا هسه ماكو هدوم، بيت من القنابل والقصف مهدوم، وحكومة بلا حكومة بغير تشكيله. تنازع الكراسي والشعب حفاي، وبشرك لا غذاء لا كهرباء لا ماي، احنا اهل النفط والكاك عز الماي، يا حسن الحكومة تقدر تشيله. وشوف كيف حكومتنا الرشيدة ليش هالتأجيل؟ اي مو مطرت علينا من السما سجيل، بل واحنا ابتلينا قابل اهل الفيل. اي مو هذا برها خلوه يرد فيله، جوعنا برها وتجوع ابو الكفار. 3 سنين اسمع ما اشوف اعمار، بس بعض الحكومة اصبحت تجار، بهاي يشهد يا حسنة بيوم وبليلة. تجار الحكومة والشعب حمال، ويا اللي يجي باكر نغير الحال. من هاي السوالف حملينا جمال، اذا ينعدل وضع ينعدل ذيله. حكومتنا الرشيدة ليش هذا البوق؟ ترى لهذا الشعب قد ما تضيع حدود، باكر بانتفاضة نشك كثير حلوب، عرفنا الباقلة ونعرف اليوميلة.